مساكم الله بالخير. كما شاهدنا هذه المقاطع، طبعا هذا عايش هنا في ميشيغان في أمريكا، مسافر إلى اليمن، وقام عمل نفسه شرطي مرور ولبس الملابس، وظل يعني زي ما انتم شايفين يعني يسوي حركات كوميدية وغير وغير. ف بعد ما قام بهذا العمل، قالوا طبعا انه قام يعني بالاستهزاء بشرطي المرور، وإظهار اليمن بمظهر يعني أمام الآخرين بمظهر شعب متخلف وناس متخلفين، لأنه هذا اللي بينزله في قناته باليوتيوب. فلا أدري يعني ما هي الأسباب. وكذلك بعضهم قال إذا كان أخذ هذا بإذن من شرطة المرور، أخذ الملابس ولبسها وقال لهم أنا أحب أمثل، هذا يكون شيء ثاني غير ما يلبسها بدون علمهم ويقوم بهذه الحركات. فالآن هو طبعا مطلوب في قسم الشرطة بسبب أنه يعني قام بهذه الأعمال، اعتبر أنه إنسان مخالف. وهذا الفيديو اللي تسمعوه للضابط الذي يتكلم عن هذا الموضوع. تحياتي. بيحاولوا يشوهوا صورة المرور. انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي أحد أفراد المرور وهو يرقص رقصة أمريكية الهوبا وغيرها. نعم، هذا الشخص للأسف الشديد ارتدى زي شرطة المرور، كان عايش في أمريكا، وفق ما فهمنا حصلت عليه بعض الإشكاليات، وصل هنا يمكن قد الفيوز حقه فيه شوية، فقام بحركات يعني غير سليمة، ويجري الآن متابعته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، كونه لا يمثل شرطة المرور وغير منتسب لشرطة المرور، وأساء إلى شرطة المرور بشكل غير. ولكنه تنقل فوق سيارة مرور. لا، هو وصل عندما شافوه أفراد المرور وهو لابس مرور، قصدهم أنه أحد زملائهم، فوصلوه من مكان إلى مكان.